ازاي اخلي حياتي يبقى ليها طعم. معظم الناس قضوا طبعا حياتهم كلها في روتين ثابت، روتين فيكست، روتين ستيبل، وبيحاولوش بقدر الامكان ان هم يغيروا الروتين ده. كلنا عمرنا ما هنعرف نغير الروتين اللي احنا ماشيين عليه طول حياتنا. فكرة ان الطالب قبل النوم يروح مدرسته، يرجع من المدرسة، ينام له شويه، يصحى ياكل، يروح الدرس، يرجع يذاكر وينام. هو بيقضي حياته في نفس الفكره نفسها عماله تتعاد over and over. تيجي تجرب الاكل لاول مره بتحس انه الاكله دي مثلا طعمها حلو قوي، فبتبتدي انت تحس الانجريدينتس جوه بقك بالراحه. مره مثلا سوشي for the first time، بيس بتاعت السوشي جوه بقك، اول حاجه بتحس مثلا بالانجريدينتس اللي هي الخضار الاول الموجود في البيس. بعد كده بتبتدي تحس بطعم الشريمب مثلا، وبعد كده بتبتدي تحس بطعم السامن. مرة على مرة، قطمة ورا قطمة، تبتدي انت تحس بانجريدينتس مختلفة. تعال نتخيل لو حياتك دي كلها عبارة عن سوشي. يعني لو انت هتاكل سوشي كل يوم consistently، انت تزهق منه ويجيلك قرفة منه وتحس انه to the point that ان انت تكره الاكل ده وما تاكلوش تاني في حياتك بسبب ان انت خلاص you've had enough. رومانتسايز حياتي او اخلي حياتي ليها طعم ان انا احاول اعيش اللحظات حياتي او التفاصيل الصغيرة اللي في حياتي فعلا ان انا المين كاركتر، بطل قاعد في مواصلة معينة وباصص بقى من الشباك، وهو بقى يجيب لك من الشباك كده مناظر المباني، الورود، الشوارع، الاشجار. فاللينس بتاعت الكاميرا بتعمل فوكس على الحاجات دي. فكرة ان انا ارومانتسايز حياتي، بعمل نفس الفوكس اللي اللينس بتاعت الكاميرا بتعمله في حياتي عامة. يعني وانا راكبه مواصلة مش هقعد بقى اللي هو ايه انا فاضلي ساعة واوصل بقى، اقعد بقى ايه ان انا ماسكة الموبايل بتاعي وعمالة سكرول purposelessly، عمالة سكرول down and down، لدرجة ان انا خلاص بيتحسب الاعياء. انا في مواصلة وهوصل امتى، افضل احسب بقى انا هوصل امتى، ساعة ورا التانية، دقيقة ورا التانية، هوصل امتى مش عارفة اوصل. ده انا كده بموت الحياة. لكن لو انت استخدمت عينك دي كأنها فعلا اللينس بتاعت الكاميرا وبصيت من الشباك وقعدت تشوف مناظر المباني وتقعد تحللها، الطويلة، العريقة، القديمة، الجديدة، الالوانات بتاعتها، بتشوف اشكال الاشجار سواء كان ده شجر طبيعي او شجر صناعي، بتشوف اشكال الورود الموجودة لو انت بتعدي يعني على جنان وكده، بتشوف الناس، اشكال الناس المختلفة والمتنوعة، تبتدي انت تلاحظها وتلاحظ الشخص الاجريسيف والشخص الايدجي والشخص اللي هو الكايند الحنين البيشنت الصبور، الشخص اللي هو بيجري على عياله واللي رايح الشغل واللي رايح الجامعة واللي بيهزر مع اصحابه واللي بيعيط في كورنر لوحده. تبتدي انت تشوف انواع مختلفة من الناس. فلما تشوف انواع مختلفة من الناس انت كده بتدرك الناس دي كلها عايشة، كل واحد فيهم عايش حياة مستقلة، بيعيشها بالطريقة اللي هو بيعيشها وانت مش لوحدك في الدنيا دي. وزي ما انت عندك مشاكل برضو وعندك زهق في حياتك، كل دول عندهم نفس الزهق ونفس المشاكل اللي في حياتهم، بس طبعا بطريقة مختلفة. المشاكل عندهم بتبقى اسبابها مختلفة ولكن ستيل مشاكل، وبيعيشوا خبرات في حياتهم زي ما انت بالظبط بتعيش خبراتك. بعد كل الرغي اللي انا رغيته لازم تحسس نفسك ان انت المين كاركتر بتاع الموفي او بتاع السيريز اللي انت تتفرج عليه، وفي نفس الوقت تلاقي purpose ليك. انت بتذاكر ليه؟ علشان انجح واجيب مجموعة واخش الجامعة الفلانية. بتروح الجامعة ليه؟ علشان استفاد ولما اتخرج الخبرة اللي انا خدتها او التعليم اللي انا خدته ده هينفعني فيما بعد. شغلي ليه؟ علشان اخد المرتب اخر الشهر، ولو انت متجوز مثلا بتصرفه على عيالك وتدخلهم مدارس عشان تشوفهم حاجة كبيرة. ده purpose في الحياة. مثلا كأم رايحة تجيبي ايه او نازلة فين، انتي نازلة تجيبي مثلا اكل لولادك علشان تأكليهم. ده purpose في حد ذاته، ان انتي عندك purpose ان انتي تأكلي عيالك علشان keep living، عشان يكملوا ان هما يعيشوا. ده purpose في حد ذاته. انت to romanticize your life مش معناه ان انت تصحى من النوم وتشرب ماتشا لاتيه ومثلا to work out على طول وتقرا كتاب كيف تصبح مش عارف ايه، حاجة اصلا طعمها وحش، طعمها مش مقبول. تاني حاجة، مش كل الناس بتصحى تورك اوت، لان مش كل الناس بيبقى عندها الفترة اللي هو بتبقى قبل الشغل او قبل الدراسة علشان يورك اوت. ممكن يورك اوت بعدين، ممكن يورك اوت مثلا 3 times a week.
فهي بتبقى حاجه مختلفه. يعني ما يعملش كده غير الانفلونسرز، لان الانفلونسرز بيكونوا مش مجبرين هم يصحوا علشان ميعاد معين مثلا في شركه او ايا كان، او مثلا ميعاد محاضره هيبقى عندها الابيليتي ان هم يعملوا كذا. بس ان انت ترومانسايز يور لايف مش معناه ان انت تعمل كل ده، بس بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها حتى لو انت عملتها مليون مره، وهتعملها فيما بعد مليون مره، علشان بالطريقه دي انت كده بتخلي لحياتك معنى. فكره ان الروتين المميت، يعني مثلا واحده بتتفرج عليا دلوقتي وقالت لي ان انا وما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا باخد فلوس من جوزي وبروح اجيب طلبات وبرجع اكل عيالي، ده purpose، ده هدف. انتي رايحه تجيبي الاكل، انتي مش بس بتفكري اللي هو ايه انا عايزه اعمل اكل عشان اكلهم ويذاكروا ما ينفعش تفكري كده. وانتي بتشتري الاكل حاولي ان تحسسي نفسك ان انتي مثلا رايحه تشتري الاكل ده علشان دي وسيله ان انتي تخلي عيالك مثلا ياكلوا ويغذوا جسمهم ويدخلوا في جسمهم اكلات وعناصر مفيده. العناصر دي هتخليهم اقوى، هتخليهم اشطر، هتخليهم اذكى، هتخليهم احسن، هتخليهم يركزوا بطريقه كويسه، وبالتالي هيعيشوا. ومن غير العناصر دي ومن غير الاكل اصلا هم مش هيعيشوا، هم جاع. فهي دي الفكره بتاعت ان انا ارومانتسايز حياتي. فكره ان انا نازل اجيب اكل عشان جوزي جاي وعلشان اكل عيال والعيال قربت من المدارس، ده فكره مميته. وفي الاخر تيجي معظم الناس بتشتكي ان هم حياتهم بائسه وحياتهم مميته وممله. ليه؟ لان هم ما ادركوش قيم الحاجات البسيطه اللي هم بيعملوها في اليوم، هم ما ادركوش ده. لما نيجي نقارنها تانية نزلت وبعد كده وهي بتشتري الاكل وهي بتنقي الخضار او هي بتجيب الفراخ او هي بتعمل اي حاجه، she believes that الاكل ده المينز دي بتخلي العيال مركزين، يعيشوا هم صحيين اكتر، يعيشوا هم احسن، يكملوا الحاجات اللي هم بيعملوها، يروحوا الدروس وهم فايقين ومركزين وشبعانين. ومن غير المينز دي يبقى في starvation، يبقى في تركيز ومش يبقى في اي حاجه خالص. فده فكره romanticizing life، ان انا بدرك القيم في ابسط الحاجات اللي انا بعملها. مثلا دلوقتي جعان وعملت اكل معين، فكره ان انت مش بترومانتسايز your life when انت live your life like the others، ان انت بتاكل الاكل عشان ايه؟ كفيلر، والفيلر ده بيحاول ان هو يملى المعده بتاعتك وبتشبع وخلاص. ده كده ده قصه الاكل بالنسبه لك. الشخص اللي بيرومانتسايز حياته بيبتدي ان هو بياكل، يشوف مثلا ان هو بياكل ايه، بياكل سلطه، يشوف العناصر ان السلطه دي مثلا فيها حديد، فيها كالسيوم، فيها بروتين، فيها ايا كان العناصر اللي موجوده فيها، وبيبتدي بقى يتخيل العناصر دي بتخش جسمه تقوي المناعه عنده وتحارب الامراض اللي هي مفروض هتجيله وتقويه وتديله تركيز وتمده بكل العناصر دي. اخد شاور، خش 5 دقايق واخرج، ميه وصابون ولوفه بس. ان انا ارومانتسايز حياتي واخلي حياتي ليها طعم، ان انا احاول في الحاجات العاديه بتاعت البني ادمين اللي اي بني ادم بيعملوها، بحاول ان انا اخليها بشكل حلو، شكل جمالي، اجملها خلاص. فانا لما ادخل مثلا اخد شاور، اعمل مثلا اكسفوليشن، سكراب بشرتي، كنز وشي، شعري، هير كونديشنر بالشامبو، احاول ان انا اخلي الشاور ده كانه سبا. حتى لو هياخد منك نص ساعه وانت مستعجل، على الاقل خلي يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع، ده على افتراض انت تستحمى كل يوم. المفروض انت تستحمى كل يوم. يعني في فرق بين واحد داخل يستحمى بالميه والصابونه واللوفه، واحد بيستخدم الشاور كانه سبا. اول حاجه اصلا بتفرق في نفسيتك، تاني حاجه فرق في مظهرك الخارجي، فبتخلي نفسيتك بتبقى احسن ومظهرك الخارجي بيبقى افضل ونفسيتك اصلا بتتحسن وتبقى over the moon. فالفكره دي برضو مهمه جدا. في ترندز طالعه جديده، هي حاجه اسمها استاريك. اوكي، بيبقى في انواع كتير جدا من الاستاريكس بتاعه اللبس، انت ممكن تستك لنوع معين حسب ذوقك. الاستاريكس دي في عندي مثلا كوكيت استاريك، وعندي داون تاون استاريك، وعندي ستار جيرل استاريك، وعندي سيري جيرل استاريك، Y2K استاريك. في استاريكس كتير جدا وهعمل فيديو عن الاستاريكس دي. هي مش عبارة عن outfits بس او نوع معين من اللبس، لا هي برضو تبقى عبارة عن لايف ستايل، حياة. خلي حياتك بالنوع المعين من الاستاريك دي. الموضوع ده ممتع جدا، هبقى اعمل عنه فيديو. برضو اللي فرقت معايا ان انا decorate my room، كانت من الاسباب اللي هي بتخلي نفسيتي لان هي كان شكلها الروتيني، شكلها اللي هو بقاله 20 سنة. فقررت في يوم وليلة ان انا اغيرها، فخدتها على مراحل، لاني اكيد مش هعرف ان انا اعمل كل ده في يوم واحد. فكنت صبورة قوي ان انا خدتها على مراحل. اول حاجة بيضتها انا بنفسي باللون اللي انا عايزاه،
بعد كده قعدت احوش بقى واجيب بقى شويه ديكوريشنز فيها، بجيب مثلا زي دول، او اجيب فيها ستاره، او اجيب فيها بيد شيتس معينه. فابتديت ان انا اخلي الاوضه بتاعتي اجملها واخليها مظهر يكون استارك كده، يخلي على الاقل المكان اللي انا بكون فيه شكله جميل ويكون كده استارك. اللي فرقت في حياتي ودي 7 سنين مش فاكره قوي بتبعها، وهي ان انا بعمل حاجه اسمها فيجن بورد. يعني ايه فيجن بورد؟ بمعنى ان انا بيبقى في دماغي فكره معينه او حاجه نفسي اجيبها قوي، مش عارفه فيجرز معينه للحاجه دي، فابتدي ان انا افتح مثلا Pinterest. ده مش سبونسر اصلا، انا محدش يعرف ان انا بعمل فيديوز اللي انا بحبها جدا وعمري ما همسحها من الموبايل، لان هي بتبقى في افكار معينه في دماغي، ببقى انا عاوزه مثلا اسيرش عن الافكار دي او اخد مثلا فيجرز معينه من الافكار اللي في دماغي دي. فبنترست هو الحل الامثل الصراحه. لما اجي مثلا contemplate about my life، او بالتالي بفكر في المستقبل وايه اللي انا عاوزه امينتين في المستقبل، وانا عاوزه عربيه شكلها ايه او الحاجات دي، بتبقى انت بتدور على الحاجات اللي انت عاوز تجيبها في المستقبل، سواء عربيه او بيت او اوضه او ديكوريشنز او حتى هير ستايل، اي حاجه عامه. بتفتح بنترست وبتسيرش فيها وبتجمع الفيجن بوردز، وتجيب بورد او تجيب اي كشكول، وبعد كده تطبع الصور دي وتقعد وتستك الحاجات دي على البورد دي. الحاجات دي بجد بتبقى انسبايرنج بطريقه مش طبيعيه، وبحبها قوي، بتفرق قوي في حياتي، بتفرق قوي ان انا بكيب جوين، بيبقى الموتيفيشن ان انا اكيب جوين وان انا اجيت الحاجه دي. كان فيديو النهارده، اتمنى ان اكون فدتكم، ان انا اكون قلت معلومات kinda satisfying, kinda important, kinda implementing. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وكومنت تقولي فيه ايه رايك في الفيديو، لان انا بجد بحس ان انا عاوزه اتواصل مع الكومنتس. بحب الكومنتس قوي عامه يعني، بس لو هي positive impact، لكن لو ليها negative impact don't do it please, like stay away. كمان تعملوا لي فولو على الانستجرام، هحط لكم اليوزر نيم على ايدي. اشوفكم في فيديو تاني وباي باي.